السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم الحاجات اللي ممكن تعمليها في حياتك تضيف ليها وتخلي حالتك النفسية كويسة وإحساسك بالحياة كويس قوي إنك تخصصي مكان في بيتك، أي مكان، أي ركن صغير خاص بيكي حاطة فيه حاجتك، كتبك، قصصك، أقلامك وورقك، المكان اللي بتكتبي فيه، مكان صغنن مش مهم حتى لو بيتك صغير. أنا بيتي صغير لكن أخد المكان ده ركن كده جنب الإيه، في ركن الأوضة بتاعتي، في ركن كده في الأوضة، مكان هادي بقعد الكومودينو عليه الحاجة، بكتب، بذاكر، بسمع الفيديوز بتاعتي، بصور الفيديوز بتاعتي، بصلي جنبه، يعني دايما السجادة جنبه، قيام الليل جنبه، اي حاجة، قراءة قرآن جنبه. المكان ده انا بدخل اقعد فيه، اشتغل، اذاكر، اسمع حاجة، ان شاء الله 5 دقايق، اي وقت في اليوم. المهم ده يبقى المكان بتاعك المخصص ليكي، مكان انت بتستريحي فيه نفسيا، مكان انت بتلاقي فيه نفسك بعيد عن الدوشة والضجيج والشغل البيت وي وي وي. المكان ده اختاري وقت حلو في المكان ده تقضيه فيه، ده هيفرق معاكي نفسيا جدا 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 وهينقلك نقلة مش طبيعية. المكان ده تقريبا انا عاملاه من 2018 وانا المكان ده يعني بلاقي نفسي فيه. جربي، ربنا معاك.